الكباري احنا عاملين عدد كباري قوي، عدد كبير قوي من الكباري السنه دي، بس ما حدش واخد باله. احنا غيرنا 3 كباري على طريق السويس الادميه، التكلفه بتاعتهم بس 7 مليون جنيه مدفوعين من صندوق خدمات المحافظه، والا كنت اسيبهم. عاملين 3 كباري مشاة في حي الجناين، في اعلى طريق السكه الحديد. في قرية عامر خلصوا. قرية عامر وقدام معاذ بن جبل وقدام 2 كيلو. بنعمل حاليا بدأ من امبارح كوبري جنيفا يوصل اعلى طريق السويس الاسماعيليه من جنيفا لغايه المعهد الازهري. ده 2 شهر وهيكون خالص ان شاء الله. بدأنا فيه من امبارح لحقنا اخر يوم يعني في الميزانيه. شغالين كمان في الكباري على ترعه الاسماعيليه. في 3 كباري جداد هيتعملوا. اولا هنغير الكوبري الخشبي. وهيبقى كوبري خرسانه عرضه 12 متر، هيبقى قدام شارع الباسل على طول، فهيسهل الحركه المروريه وهتبقى حاجه كويسه قوي. شغالين في جسات، وفي قبليه 2 كوبري خرسانه بعرض اقل. قريه ابو عارف بالظبط كده. على فوق قصاد قريه ابو عارف، وبعد قريه ابو عارف بفتره في كوبري تاني. ففي مجال الكباري احنا برضو قاطعين كويس، بس عشان حي الجناين انظلم كتير خلال الفتره اللي فاتت، فاحنا برضو ركزنا معاه، يعني واخد جزء كويس من الخطه السنه. ادينا حضرتك فتحت سيره حي الجناين. في حي الجناين يا فندم الشارع الرئيسي في حي الجناين اللي هو اسمه خط الشارع، تمام حضرتك؟ طبعا الشارع ده ضيق جدا جدا جدا، ومفيش اي تخطيط اصلا كان من الاول للشارع، لدرجه ان دلوقتي المباني على الاسفلت يا فندم، مش عاملين رصيف حتى للمشاة، وحضرتك بيختلط في قلب الشارع المشاة مع السيارات، مع راكني السيارات، مع البائعين، وفي طبعا تعديات اكشاك كتير جدا جدا جدا. بص في خط الجناين بطوله لحد الحي يا فندم. عايز اقول لحضرتك انه خط ده غير طبعا التعديات على الاراضي الزراعيه. عايز اقول لحضرتك احنا بنتعامل مع موروث هنا الان. انت يعني لو انك انت بتخططي حي من اول وجديد هتعمليه صح زي مكتب الوزراء، لكن دي اوضاع نشأت عن طريق عشوائي لفترات طويله من الزمن. قدامك حل من اثنين، عايزين نوسع الشارع، طبعا نوسع الشارع ولا نهد البيوت؟ ما هو الخطوره في كده فندم، العراقيل في كده، دي وجودهم اكتسب اوضاع قانونيه ووضع مشكله رقم 1 فعلا. واصحاب اكتسبوا مركز قانوني لانه وضع يد من فتره طويله. فالحل دلوقتي ان احنا عاملينه، في حل رئيسي احنا بنعمله ويمكن عملناه يعني على طريق العمده ابو حسين يمثل حل علمي كويس. احنا كده كان في حي الجناين في جنبيات كتير وفي ترع كتير ومصارف، فاحنا في قطاعات كثيره قمنا بردم المصارف والجنبيات ديت، وعملنا خطوط مخططه وردمنا فوقيها، وقمنا بالرصف مثلا زي طريق العمده ابو حسين ده انتهينا منه وطلع حلو قوي. حتى بقت المشكله فيه برضه السرعه، وعشان كده حطينا مدورات. في شندوره شغالين، في كبريت شغالين، في قطاعات كتيره في تحسين البيئه وهتزيد السنه الجايه، كلها تشمل تغطيه ورد واعاده رصف مره ثانيه. ده هيدي توسعات لمعظم شوارع حي الجناين، لكن اللي بقى فيها عيب خلقي ومن الاول اكتسبت اوضاع قانونيه هنحاول الاول نتعامل مع الاكشاك بحيث ان ما يبقاش فيه اكشاك ويبقى فيه شارع ضيق ويبقى فيه خروج عن التخطيط العام. فيعني الاكشاك هتبقى سهل ازالتها، وده هيدي وسع للناس وارتياحيه يعني، الى ان نجد حلول ثانيه. ويا رب ترعه السويس دي تبقى كلها مغطاه، هتفرج علينا كلنا يا رب ان شاء الله. في حاجه ثانيه يا فندم بالنسبه لحي الجناين، وده شيء انا متاكده منه قبل ما اقول لحضرتك، ان الرخصه بتاعت المباني الزراعيه حتى لو كانت على رخصه مباني صحيحه بتصل ل 10000 جنيه. بص، كل التعديات اللي موجوده في اي مكان، سواء في حي الجناين، سواء على الاراضي الزراعيه، سواء في الباعة الجائلين، سواء خلافه، لا محل لها من المنع طالما وضع ما هواش قانوني، يبقى في الاخر الى زوال. في الاخر الى زوال. اذا كانت في اوضاع سابقه حدث فيها بعض التجاوزات خلال فترات سابقه، برضه هيتم تصحيحها. امتى وكده يعني كل شيء باوان، والمواضيع ماشيه صح وماشيه للافضل ان شاء الله. يعني دلوقتي خط الجناين باذن الله هيكون موجود في تجديد الفتره الجايه باذن الله. احنا بدانا والله السنه دي عملنا شغل كويس قوي في خط الجناين. اهم الصرف الصحي الجديد، لان خط الجناين 3/4 الجزء الشمالي مفيش فيه
صرف صحي اساسا من بابه، زي ده منطقه كله نظام ترانشات. يا فندم منطقه ابو سيال في المواطنين فعلا اشتكوا في السويس الإجبارية إن المية على طول باستمرار مقطوعة عندهم، وبتيجي فترة بالليل يلحقوا، يعني الفترة اللي فاتت يا فندم كانت المية قطع عندهم بقالها 3 أيام أو 4 أيام الأسبوع اللي فات، وكانوا بيعانوا، يعني كانوا بينزلوا العمدة عشان يملوا مية ويستخدموا. احد محطات الرفع دي الموجوده تبع الشركه القابضه برضو فعلا كان في طلمبه عطلانه وتم اصلاحها ويمكن هو نفس السبب اللي بنتكلم فيه في الميه والصرف الصحي، العامل المشترك بينهم الشركه القابضه، خلينا اقول وابقى صريح. الشركه لسه وليده، مشكلها كتير، اعاده هيكله، عايزه رفع كفاءه للمعدات، عايزه امكانيات من الهيئه القوميه للمياه الشرب والصرف الصحي. يعني احنا ماشيين في الاتجاه السليم، لكن احلامنا اكتر وربنا يقدر ان شاء الله. والكهرباء يا فندم ضعيفه عندهم جدا، يعني هم شغالين بمولدات كهربائيه، جايبين اللي هو المولد الكهربائي عشان يشغلوا الثلاجه او التلفزيون، يعني قوه الكهرباء عندهم ضعيفه جدا. والله هتبقى في اتجاه هم بيقولوا ان احنا منسيين من كل حاجه في الدنيا. لا انا من ساعه ما اتكلمت وانا عمال اتكلم عن حي الجناين، يعني هو الحي عشان كبير وتعرض للظلم خلال فترات طويله جدا، فالشغل مش مسمع فيه، مش باين. لكن انا قلت لحضرتك ادي 4 كباري، ادي 3 كباري تانيين على طريق اسماعيليه، قلت لحضرتك محطه معالجه رئيسيه دي تكلفتها 38 مليون جنيه هنستلمها ان شاء الله في اول 9 ان شاء الله. 4 محطات رفع في القرى اللي في القطاع الشمالي كله، جنيفه وكبريت وشلوفه، ويعني في شبكات بتتعمل دلوقتي للصرف الصحي، الدنيا ماشيه افضل، في رصف للعمده ابو حسين، في تخطيط جنبيات، ويعني محتاج امكانيات اكتر. طب حضرتك برضو في خط الجناين الغاز الطبيعي وقف لحد سيد هاشم تقريبا، ما دخلش ابعد من سيد هاشم. احنا اتصلنا بشركه الغاز وعاملين خطه وربنا يسهل. قبل ما نبتدي في اصلاح واحلال الطرق نبتدي فيها بدل التكسير واضاعه. احنا برضو خلي بالك يا اسماء ان احنا شغالين برضو في نظام الجزر والمنعزل. لو انت جيتي كلفتي شركه الغاز دلوقتي خلصي لي الحقي خلصي لي خط الجناين كله عشان انا داخل رصف، هيقول لك الميزانيه بتاعتي خلصت لغايه كذا والمفروض المواطن يدفع لي كذا عشان امد له كذا. لو ان كل الموضوع في ايدك، لو ان الموضوع كله الامكانيات في ايدك وبيدار بطريقه واحده كله هيتم وهيخلص. طبعا. طيب حضرتك احنا بقالنا دلوقتي اسبوع في محافظه السويس بنشيل التعديات على الكورنيش وفي منطقه ال40 وفي حي السويس. بقالنا 9 ايام. 9 ايام. تمام يا فندم. البائع الجائلين حضرتك قبل كده قلت ان هم بيتعمل لهم محلات عشان يلاقوا مكان تاني لاكل عيشهم. دي حقيقه. احنا عندنا سوق الباعة الجائلين نسبة تنفيذه دلوقتي وصلت 70-75%. عشان هما بيتساءلوا احنا فين من كده؟ بيتساءلوا الأول هو الموضوع واخد شقين أو واخد أكثر من شق يعني. الشق الأولاني في واحد ممكن يعمل كشك في مكان قانوني وبيفضل إنه يبقى في مكان ما عشان يبيع أكتر ويبيع أسرع ويسوق أكتر يقوم يكسب أكتر. ده يعني البديل إن هو يتواجد في كل المحافظه، احنا ما لغناش الا كشك، بس بشرط الكشك له مواصفات واماكن قانونيه ولا يعيق حركه المرور ولا يعني وينتشروا كلهم على مستوى الحي. لو ان الكلام ده تم هياخد جزء، انما في واحد يفضل ان هو ما يقعدش في الكشك ويفضل واقف لي في اول عند اسم ال40 ولا في شارع الاسعاف عشان الزبون هناك اكتر. ده الشق الثاني بقى من الموضوع اللي هو السلوك المجتمعي بتاعنا. انت معترضه على الباعة الجائلين. نعم. وانا كمان. بس معترضه عليهم وفي نفس الوقت يا فندم عارفه ان هم بيعولوا اسر ومضطرين لهذا الشيء. استني بس، انت معترضه عليهم وفي نفس الوقت بتشتري منهم. بتكسلي تروح السوق او بقى خلاص بقت الحاجه اللي انت عايزاها موجوده قدامك وده سر نجاحهم او سر تغولهم حتى الان. هم موجودين قبل في الاماكن اللي انتوا بترتدوها واحنا كمان بنكسل. لو المواطنين امتنعوا ان هم يشتروا منهم تمام، هل ده مش مواطن بيعيل الاسره؟ حضرتك بتساليني عن بتحاسبيني او بتوجهي لي اللوم لا شارع الاسعاف؟ هنلوم المواطن ان هو بيشتري من البائع. انا مش غريب على السويس، انتوا بتوجهي لي اللوم ان احنا شارع الاسعاف لسه ما اتشالش، مش كده؟ يا فندم. في نفس الوقت بتقولي لي هم مواطنين ولهم اسره. في نفس الوقت احنا شغالين في كل المحافظ. احنا نعم بننهر السلبيات اللي هي موجوده لان هي فعلا بس تساعدين بتؤدي فعلا لسلبيات اكثر. تساعديني ان انت ما تشتريش من حد، طالما مش عاجبك ما تشتريش منه. طب ما انا مش هشتري منهم. لا بتشتري منهم. طب بالفرض انا مش هشتري من البائع الجائل دوت او من الست اللي قاعده بقفص الطماطم طالما مش عاجبك المنظر.
تمام مش ساعديني. عاجبني يعني. طب ما انا برضو هي بتصعب عليا، دي عندها اسره، دي مثلا ست زوجها حددي متوفي موقفك. وبتعيل حددي اطفال. موقفك. ما هم حضرتك انا بيصعبوا دلوقتي بتكلم عليكي. ليه على المحلات؟ لا ثانيه واحده بس. بتكلم على المحلات عشان احنا حاضر. نساعدهم. حاضر. حددي موقفك. هم بيصعبوا عليكي ولا مش عاجبك منظرهم؟ لازم تحددي الاثنين يا موقفك. فندم، قولي لي موقعك فين. الاثنين. ملهاش حل. احنا اصل ان هم ان مش عاجبني موقعهم، ان انا الواجهه واجهه البلد، ان هم كده دي واجهه مش واجهه غير حضاريه بالمره للسياسه. دلوقتي تاني حاجه هم ان انا ببص عليهم من الحاله الانسانيه، ما انا لازم ابص على الشقين، مش هبص على شق واحد وهعمل الشق الاخر. حاضر. بس ما يبقاش فيه كل اتجاه اللوم للشرطه ولشرطه المرافق وللمحافظ. يا فندم الباعة جائلين نفسهم، محافظ بورتوفيق، الباعة جائلين نفسهم يا فندم. نعم. الباعة جائلين نفسهم هم اللي بيسالوا حضرتك تمام احنا فين. اقول لحضرتك احنا الموضوع ازاله الاشغالات ده موضوع سهل جدا، ما ياخدش يوم للسويس كلها. انا بقول كلام انا اعرف اعمله. تمام. ويستطيع مدير الامن ان هو يعمله، وتستطيع مديريه الامن انها تستعين بالقوات المسلحه وتعمله. بس احنا ما احناش في مرحله صدام مع شعب السويس. اللي انت بتقوليه ده وصلنا كويس، ان دول ناس ارزاقيه، ناس اصحاب اسر وعايزين يصرفوا. بس في جزء منهم يعني ناحيه طمع شويه، يعني في محلات بتأجر ناس، محلات قانونيه وموجوده في حتت ومأجره الناس تقعد قدام المحلات، يبقى ده سلوك ينفع؟ ما ينفعش. في كافتريات وموجوده وعلى الكورنيش وهنا وبتأجر الكراسي للناس بالليل والكراسي بترجع هناك، ينفع؟ لا طبعا. يبقى ده اسمه الطمع. لكن احنا بالنسبه للباعة الجائلين عموما احنا شغالين، بقول لحضرتك في سوق الباعة الجائلين ده يعمل لي 365 محل يعني. فين يا فندم؟